بعد بحث كتير جدا تقريبا لقيت افضل موبايل في الفئة المتوسطة او افضل موبايل ب 6000 جنيه. موبايل جايب تصميم حلو، جايب شاشة اموليد الوانها تحفة، جايب معالج قوي هيأدي معاك في الالعاب، مع كاميرات بتطلع صور تحفة. كل ده في الريدمي نوت 12. مبدئيا كده تصميم الموبايل حلو ومختلف. التصميم الامامي الموبايل جايب هول بانش مع حواف كبيره جدا، وبالذات الحافه السفليه. شاشه الموبايل جايه من نوع اموليد مع ريفريش ريت 120 هرتز. شاشه الوانها تحفه بمعنى الكلمه، تقريبا احسن شاشه في فئه الموبايل السعريه من حيث الالوان والفرجه على فيديوهات. الموبايل زي ما قلت لكم جايب شاشه بريفريش ريت 120 هرتز، ودي ميزه جامده جدا لانك هتلاقي الموبايل سريع وسلس معاك في التصفح والاستخدام. معالج الريدمي نوت 12 وهو السناب دراجون 685. في الاستخدام اليومي والتصفح هتلاقي الموبايل سريع وكويس معاك بسبب المعالج القوي، زائد ان الموبايل جايب شاشه بريفريش ريت 120 هرتز. في الالعاب الموبايل كويس جدا، هتقدر تلعب عليه العاب تقيله، العاب بقى سيارات، العاب حرب زي كول اوف ديوتي ولعبه ببجي، وهتقدر تلعب الالعاب دي على اعدادات كويسه جدا. موبايل جايب 3 كاميرات، والكاميرات دي بتطلع صور لحد ما يعتمد عليها. بطارية الموبايل 5000 ملي امبير مع شاحن سريع 33 واط. البطارية حلوة قوي، جاية بساعة كبيرة مع شاحن سريع، مش اسرع حاجة بس كويس. يعني صعب بصراحة تلاقي بطارية احسن من البطارية دي في فئة الموبايل السعرية. بيجي في علبة الموبايل راس الشاحن ووصلة الشاحن وجراب. بصمة الموبايل موجودة في الجنب، والبصمة سريعة جدا مش هتواجه معاها مشكلة. زي ما انتم شايفين موبايل متكامل، جايب تصميم حلو، شاشة الوانها تحفة مع اداء قوي، كاميرات لحد ما يعتمد عليها. والموبايل ده تقدر تشتريه لو انت معاك 6000 جنيه.